عارف نظرية الدبوس والبالونة؟ معظم الأمهات في مجتمعنا الشرقي ربت الذكور على إن هم مش بيساعدوا نفسهم ولا بيساعدوا في شغل البيت. كوباية المية أختك اللي تجيبها لك، لما تيجي تتجوز حسس اللي هتتجوزها إنك فرخة بكشك وتبح لها القطة، أمها دعيالها إنها هتتجوز. الأب كمان اللي بيسمح لابنه إن هو يتحكم في أخته وممكن يضربها كمان. والمجتمع اللي سامحة للولاد إن هي ممكن تعمل حاجات كتيرة قوي مش سامحة بيها للبنات لمجرد إن مكتوب في بطاقته ذكر. ودي نظرية البالونة اللي بيفضلوا ينفخوا فيها الذكر المصري لحد ما يبقى نرجسي، وبعدين يجي الدبوس. الدبوس بقى هو ازاي تقدر تفرقع البالونة النرجسية وهي جرحها. لو اتجرح النرجسي ولو جرح صغير يسبب مأساة كبيرة وتعيشه في غضب ويترجمها في قسوة غير عادية للي حواليه، وعلاجها بياخد وقت طويل عايز صبر وطولة بال. ده من كتاب ذكر شرقي منقرض لمحمد طه. فيا جماعة النرجسي اللي في حياتنا احنا اللي عملناه، هو ملوش ذنب، مش هو اللي عمل نفسه، الام والاب والمجتمع هم اللي عملوه. فيا ريت من الاول ناخد بالنا احنا بنربي ازاي، لان فرقعة البالونة بتسبب دمار كتير. صح ولا ايه؟ قولولي في الكومنت. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.